زي ما قلنا لكم من اول، هو باص فيه سلاح وفيه كانت نوع من المتفجرات، وشخص من حقات باب المندب وعسكر من باب المندب هو الذي اجوا وفجر، هو اللي فجر المدرة على الشخص، والباص دخل وفجر نفسه. ثاني وقفه عشان يفتشها بعد ويتفجر. والانتحاريين نزلوا واختنقوا القرب بالبيوت المجاوره للمحافظه، فدخلوا من البيوت المجاوره، وحتى نحن كنا نقول لهم قالوا نحن نتحمل المسؤوليه بس انتم تاذونا علشان عوائلنا، فقلنا اتحملوا المسؤوليه، قالوا نحن نتحمل المسؤوليه، فلكن العكس جاء من عندهم الخلل ودخلوا وقتلناهم وشفتوهم انتم فين اماكنهم، هي من جنب البيوت التي ركلنا فيهم، ونحن ما نشتي هذه البيوت، لازم نصفيها ولا يبقى فيها نفر. سلام. شكرا. الله اكبر. إحصائية لحتى الآن ممكن 5 أو 6 عسكر، ومنهم ممكن 6 أو 7 أو 8 من الإرهابيين، ونحن الآن بصفي ما بقى شيء إحصائيات أولية هذه بس تقريبا. على كل حال طبعا عناصر الإرهاب كل يوم يأتون بخطط إجرامية وخطط معدة، نيتهم السيطرة على مدينة الحوطة أو مدينة عدن أو أي منطقة من المناطق المحررة، وهذا مستحيل عليهم مهما كانت. ترتيبات اليوم أتوا بأعداد كبيرة يفوقوا 70 نفر. طبعا تم إبادتهم عن بكرة أبيهم، وجوا مجهزين من جبهة المخا، طبعا جثثهم موجودة وأسلحتهم موجودة، مجهزين بالأحزمة وبالعبوات الناسفة وبالصواريخ اللو وبالصواريخ الحرارية التي تم القبض عليها أو السيطرة عليها من قبل الحوثيين، موجودة هنا. وطبعا عناصر الحزام الأمني جاهزين للتصدي لأي مؤامرة تمس بأمن واستقرار لحج أو محافظة عدن أو أي محافظة من المحافظات الجنوبية المحررة. نحن بالمرصاد، لكن كل ما نريده منكم كوسائل إعلام أن تطالبوا لنا جهات الاختصاص أن تنزل فريق تحقيق ليشوفوا جثث الانتحاريين، جثث القتلى منهم، كي يقطعوا الشك باليقين أنهم أتوا راحوا من هنا، راحوا قبل شهر بعد ما ارتكبوا جريمة قتل في عناصر الحزام الأمني ومحاولة اغتيال مدير أمن لحج في مدينة الوهب، وعادوا نفسهم بعد ما هربوا إلى الجبهة، وكانت لهم حاضنة هناك في الجبهة. لا نعلم ماذا يدور في هذه البلد، ناس إرهابيين، ناس مصنفين ضمن قائمة الإرهاب يحتضنوهم في الجبهات وينفذوا من هذه الأعمال الإرهابية ومن هذه الجرائم. طبعا كما قلت لك نحن نطالب بفريق تحقيق محايد يكشف للرأي العام من أين أتوا هؤلاء الإجراميين وأين بيأوا ومن الذي بيدعمهم. شكرا لكم. حدار شو حقيقة الحزام الأمني